صباح الخير. الرسم هي أداة للتعبير عن شيء لا نستطيع التعبير عنه. حاول ديلاور من خلال لوحاته التعبير عما في داخله من آراء ومشاعر تجاه القضايا الإنسانية والحقوقية. خلونا نتابع أعمال ديلاور عن قرب. ديلاور عمر فنان سوري من مواليد دمشق عام 1986. يقيم في سويسرا منذ أكثر من عقد من الزمن. منذ صغره كان هوايته الرسم، هواية تكبر معه عاما بعد عام وتتطور أكثر وأكثر. ومن خلال أسلوبه التشكيلي الذي اعتمده، بدأ عمر يعبر عن واقع الشعوب المضطهدة وخاصة منها الشعب السوري. أمارس هواية الرسم منذ صغري. كبرت مع هذه الهواية، وهذه الهواية بالطبع كبرت معي. أتذكر أول لوحة رسمتها كانت تعبر عن المعتقل، بما أن الوالد اعتقل سنوات في سجون النظام، حتى وصلنا بعدها إلى سويسرا. طبعا بعد الخروج منها أتيحت الفرصة أكثر هنا في سويسرا. التشجيع كان أكثر هنا، حتى وصلنا إلى هذه اللحظة، إلى الثورة السورية. الثورة السورية فتحت المجال أكثر لأعبر عن مأساة ومعاناة الشعب السوري. عمر طالب في أحدى الجامعات السويسرية، فيخصص وقته ما بين الدراسة والرسم، حيث يقضي نهاره في الجامعة وفي الليل يبدأ ثورته مع لوحاته. أنا طالب في جامعة لوزان السويسرية. اختصاصي هو في مجال العلوم السياسية. في الجامعة نقوم بكثير من النشاطات الحقوقية والسياسية، والفرصة كبيرة لي من أجل أن أعرض أعمالي الفنية، والهدف منها هي إيصال صوت الشعب السوري إلى الرأي العام من خلال الجامعة ومن خارج الجامعة. لم يمنعه المنفى من أن يكون قريبا من هموم وآمال بلده وشعبه، فجعل من لوحته سفيرا لآلام السوريين وهواجسهم بالحرية والكرامة والسلام. سيباندير كلوريانت نيوز، سويسرا.